فوزي لقجع يفاجئ الخطيب بقرار مثير. تصريح ناري من تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن الأهلي. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أي شيء صلي على الحبيب، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. قام فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم بإرسال وفد طبي ظهر اليوم إلى مقر إقامة بعثة النادي الأهلي بالرباط، وذلك للإطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس الأهلي، واصطحابه إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد نزلة البرد الشديدة التي ألمت به قبل يومين. وعبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم عن شكره وتقديره إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم. وأكد الخطيب على امتنانه الشديد لكل الأشقاء المغاربة والسيد فوزي لقجع، ولما تلقاه بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية ومساندة منذ لحظة الوصول إلى دولة المغرب الشقيقة. ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ريال مدريد غد الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. صرح المدرب تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني تصريح مثير جدا خاص بمباراة الأهلي وريال مدريد التي ستقام غدا في كأس العالم للأندية. تحدث تشافي عن الأهلي بعدما سئل عن فرص ريال مدريد أمام الأهلي. قال تشافي: الأمر ليس بالسهل أمام ريال مدريد، إنها مباراة صعبة للغاية، وأصعب ما فيها هي الظروف التي يمر بها ريال مدريد في هذا التوقيت، ففرصة الفوز على الأهلي لن تكون في المتناول كما يتوقع عشاق الريال. أنا أعرف الأهلي جيدا، وهذا بحكم تجربتي في التدريب في الدوريات العربية. إنه فريق كبير ولديه جماهير بالملايين وطموح لا يتوقف أبدا. على ريال مدريد الحذر كل الحذر من الأهلي حتى لا يحدث السيناريو الغير متوقع. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.